طلعت في دماغي ان انا هكلم الشخص ده واقول له كل شيء اسمه ونصيب. كان جاي لعريس ابن ناس جدا وكويس جدا واسمراني عيونه سمرا وفهلاوي، هو من ناحيه فهلاوي فهو كان فهلاوي، بس هو مش قادر يطولك ويصاحبك يبقى ايه يتجوزك، يخش بقى البيت من بابه، بس مفيش مانع لو نط من الشباك بعد كده، المهم ان هو يخش البيت من بابه ويجي بالاصول. انا والشخص ده اتكلمنا فتره جدا وعرفت عنه حاجات وهو عارف عني حاجات، الشهاده لله والله العظيم الراجل ده ما بان منه اي حاجه غلط، ولا حتى لمح لي في يوم ان هو عايز حاجه غلط. المهم ارتحنا لبعض، ارتحت له وارتحت لي، وطلع ابن ناس وبيشتغل وكويس وبيدعمني، ولا الغلطه وهو كان عايش في محافظه تانية. خلاص اديت نبذه للبيت عندي ان في واحد هيجي يتقدم وان شاء الله هنكتب الكتاب على طول. في يوم كان عندي تصوير وكنا لسه انا وهو قافلين مع بعض مكالمه حالا، واقفه وعارفين زي ما يكون حد جبته حجر كبير وحطيتوه على قلبي، في تقل مش عايز يروح، زي ما يكون قلبي كان معصور، يعني قلبي في الوقت ده كان معصور عصره وحشه قوي، وكان احساس وحش قوي مرعب. وقفت كده مع نفسي دقيقتين لحظه ادراك ان هو لا كده في حاجه غلط، والجوازه دي لا يمكن تتم ابدا، لا يمكن يعني لا يمكن. طلعت في دماغي ان انا هكلم الشخص ده واقول له كل شيء اسمه ونصيب، بس اللي انا عايزه اقوله له طب كل شيء اسمه ونصيب على إيه؟ هل هقول للشخص ده ان انا قلبي مش مرتاح او قلبي معصور دلوقتي او في غصه في قلبي فكل شيء اسمه ونصيب؟ هيقول عليا مجنونه، دي خارجه من مستشفى المجانين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شيء اسمه ونصيب. كل شيء اسمه ونصيب. طب ايه السبب؟ مفيش حاجه. طب يا بنتي حد قال لك حاجه عني؟ والله العظيم ما في حاجه. اللي طالع عليا وقتها كل شيء اسمه ونصيب، كل شيء اسمه ونصيب. يا عم انا واحده متخلفه عقليا مش هتعرف تعيش مع حد، بس انت ما فاكش حاجه وانت بني ادم كويس، كل شيء اسمه ونصيب. هو قال لي خلاص اللي انت شايفاه وعادي، بس اتمنى لو في حد قال لك حاجه عني تيجي تقوليها له. قلت له والله العظيم ما حصل، انا واحده متخلفه عقليا وقفت قدام نفسي دلوقتي وقلت مفيش جواز يبقى مفيش جواز. انا دلوقتي مش مستعده ان انا اعيش مع راجل في بيت واحد. كان في ما بيننا صاحبه مشتركه، العريس ده كان جاي عن طريق صاحبتي، كان صاحب جوزها، كان صاحب جوزها. في نفس اليوم تروح صاحبتي دي متصله عليا، الحقينا يا دعاء، في واحده صاحبتنا واحد ضحك عليها وعايزين نجيب لها حقها. حوار زي ده بالذات يعني لو اي مصيبه تانية هنقف جنبها، لكن المصيبه دي ما دخليش نفسك فيها، خلي الاثنين يحلوا المواضيع مع بعض، زي ما تنيلوا مع بعض يحلوها مع بعض. فانا بقى بكل تلقائيه وعفويه وعبط وهبل اروح متصله على الشخص اللي انا كنت هرتبط بيه ده، الحق فلانه الفلانيه عايزه تودي نفسها في داهيه وفي واحده والامر 1 2 3. رحت حكى له الموضوع، عمل معاها خناقه، راحت هي متصله عليا انت ازاي تقولي له ده جه زعق له وشتمني وقال لي جوزي. قلت لها انا عندي ان هو يزعق لك ويشتمك ويقول له جوزك بقى انت ما تودي نفسك في داهيه في موضوع انت مش عارفه اوله من اخره، مش عارفه مين الصادق ومين الكذاب. حلو يا باشا لحد دلوقتي. بعد الموضوع ده بشهور اذ ربما فجأة اقابل صاحبتي دي اللي هي المفروض برضو كانت عايشه في محافظه تانية في نفس المحافظه اللي عايش فيها الشخص ده اللي هي جايباه للعريس. وفي اليوم ده يحصل دربكه ان انا البوك بتاعي يضيع واتلهي مع السواق اللي ضاع معاه البوك عشان يجيبهولي، علشان الهبله دي تقع قدام حد من اصحابنا وانا مش موجوده وتروح واقعه بلسانها وتروح قايله له يرضيك دعاء، تكلم فلان الفلاني وتقول له الحق فلانه الفلانيه هتودي نفسها في داهيه، ويعمل معايا مشكله والبنت كانت حامل منه. يعني انت كنت جايبه لصاحبتك واحد مستعد ان هو يكتب الكتاب عادي ويضحك على البنات ويسيبها لمجرد ان هو داخل البيت من بابه؟ تقل القلب اللي انا حسيت بيه فجأة وان انا قلت له انا مش مستعده للجواز وكل شيء اسمه ونصيب، كان هو ده السبب ان الشخص ده بيلعب بكل واحده شويه، ان البنت دي كانت حامل منه وهو كان سايب لحمه كده في الشارع عادي واتضحك عليها. صدقي احساسك لما يكون عندك احساس قوي كده، عشان والله العظيم طول ما انت ما سايباها على ربنا مش بيكشف عنك حجاب بس بيبين لك حقائق. المهم انك انت تصدقي احساسك وتصبري وتستني الحكمه اللي خلت احساسك يعمل كده في البدايه. موقف من المواقف اللي قلبي فيها فعلا بيطلع صح وبصدقه وبمشي وراه وبتبان الحكمه بعدين. ربنا بيسترها معايا عشان احمره مش فاهمه اي حاجه وبسيبها على الله، فهو بيسترها عشان كده.